السلام عليكم. رانا مع تحضيرات رمضان. كنقولوا تحضيرات رمضان نقولوا لي كيشي. راح نشارك معكم وصفه بالعجينه السحريه اللي تقطع لكم حتى 45 حبه بمقادير مضبوطه، بلا بيض، بلا ميزان وبلا حليب. مقادير متواجده في كامل البيوت، وجديهم تقدري ديريها كمشروع مربح. وراح نعطيكم حتى طريقه التخزين ديالها، كلش راح نشاركه معاكم، وكيفاش يخرجوا لكم ناجحين وما يتنفخوا لكمش. جميع الاسرار حنشاركها مع خياتي. يلا نبداو مع بعض ونكتشفوا الوصفه. بسم الله على بركه الله، والصلاه والسلام على نبينا محمد رسول الله. عندنا كيلة تاع مارغرين، ما يعادل 250 غرام مارغرين. بين النصف والربع، ربع نطلعوه بشويه ما نوصلوش للنص تاع ما، بين النصف والربع تاع زيت، يعني ما نوصلوش للنص، نفوتوا ربع بشويه ما نوصلوش للنص. ماء وزيت، يعني كيلة تاع مارغرين بين النص والربع ماء، بين النص والربع زيت. زوج مغارف كبار كيما راكم تشوفوا تاع خل، مباشره نضيفوا عليهم ملعقه صغيره تاع ملح وملعقه كبيره تاع سكر. صاي ما تفهمين. نجيبوا الميكسور، ما عندكش ميكسور تقدري تعوضيه بالاشواخ، ونطحنوا كامل هذيك المارغرين ونخلطوا جميع المقادير حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي. صاي. الحاجه اللي تهم في طريقه التخزين تاعها هي نشوفوا تاريخ انتهاء الصلاحيه تاع كل حاجه درناها: الخميره، الفارينه، الزيت، الخل، المارغرين، كلش نشوفوا تاريخ انتهاء الصلاحيه. وهناك شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، ما شاء الله. نضيفوا الكيله الاولى تاع الفارينه بنفس الكيل تاع 250 غرام، رانا نعبروا. ضفت 2 كيلات كيما راكم تشوفوا معايا. نضيفوا عليهم ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى او ما يعادل نصف كيس، ونبقاو نلمو في العجينه تاعنا كي رانا نلمو في عجينه تاع صابلي. يعني هذه الوصفه تشابه العجينه تاع الصابلي تاع الماء، مشابهه لها تماما. ونبقاو نلمو فيها غير بالعقل بالعقل، اطراف ولا باصابع اليدين، يعني هكا نلمو فيها ما نعجنوهاش. ونضيف الكيله الثالثه. انا دات لي 3 كيلات، يعني 250 غرام في كيله الا بين النص وربع تاع ما وبين النص وربع تاع الزيت. دات لي 3 كيلات تاع فارينه. وشوفوا العجينه يعني نتحصلوا عليها تكون طريه كيما لاباط تاع الصابلي. شوفوا ما شاء الله. دائما لاباط تاع الصابلي ننصحكم ونقول لكم دائما غطوها بكيس بلاستيكي. هنا حكمت ساشيت كونجيلاسيون وغطيتها به، ونبداو نخدموا فيها في ليمول ديالنا. صاي. هنا راكم تشوفوا البنات، حكمت لي ميني كيش ولي باكيت، وحطيت فيهم هكا كريات تاع العجينه. للامانه الوصفه كيما حنا نقولوا درت عليها بعض التغييرات من عند كريمه فارس، وتاني هذه الطريقه تاع الفتحه من عند كريمه فارس، يعني هي الوصفه معروفه هي بها، باش واحد كيما يقول لك ما ينسبش ليه الوصفه. راكم تشوفوا نفتحها بين زوج اكياس تاعنا، انا هذوما تاع الديول ما نرميهمش، هما اللي نفتح فوقهم. وكيما راكم تشوفوا شغل بداو تضغطوا في الاطراف، ونبقاو نضغطوا باش ما تطيح لكمش العجينه، وفي نفس الوقت باش نتحصلوا على هذوك التشققات وتجيكم لاكيش الله الله شاب. صاي. ودروك نهضروا على النقطه المهمه اللي هي التخزين تاعها. شوفوا الشيرات، نشوفوا جميع المقادير التخزين ديالهم. بصح النقطة المهمة اللي هي الفارينة مدة انتهاء ولا مدة الصلاحية تاعها 6 أشهر فقط. يعني كي تشريها شوفيها شحال باقي لها، هذيك هي مدة الصلاحية تاع لاكيش تاعك. بطبيعة الحال نحتفظوا بها في المجمد، ولا كما قلت لكم هنايا ما نديروش الطريقة الأولى اللي نفتحوها بالحلة، نديروا الطريقة الثانية، يعني طريقة تاع زمان نفتحوا هذيك كما حنا نقولوا ناخذوا كرة ونفتحوها فوق الحبة تاع لاكيش ديالنا. وشوفوا الشكل ما شاء الله جانا روعة ما شاء الله كما راكم تشوفوا معايا. دائما العجينه المورقه ليكيش والاخر نحتفظوا بهم في المجمد. وهنا عندي 2 تاع ليمون مدورين، واحد كبير هذاك اللي درناه الاول، وهذا الزوج صغير شويه عليه. يعني بطبيعه الحال الا درتي كامل صغار راح تجيك العجينه اكثر. صاي. انتي تتحكمي هنايا في المول اللي تشريه. شوفوا ما شاء الله، شفتوا الفرق ما بيناتهم. اما بالنسبه للباخكات نفتحوها على شكل بيضاوي كما راكم تشوفوا معايا، ونفس الشيء نحطوها فوق المول ديالنا ونشكلو ونضغطوه في الاطراف باش نتحصلوا على شكل يكون شباب. ما شاء الله، طريقه سهله وبسيطه. وجديهم على روحك وخبيهم في الكونجيلاتور. في رمضان تكوني مع الكاطو تاع العيد تكوني تجبدي وتعمري فقط الحشو ديالك، والمملحه تاعك راها واجده. طبيعه الحال قبل ما ندخلوهم كوشان تقبوهم كامل بالفشيطه
والكوشه تاعنا كي بدينا نخدموا فيهم في ليمون درناها تسخن. هنايا الشيلات دخلتها الكوشه، ومن بعد كي تعاودوا تشوفوها بدات تنتفخ لكم، شغل العجينه بدات تتفخ لكم في الوسط، هذاك الهواء يكون داخل بين المول والعجينه، نعاودوا نخرجوا العجينه، نعاودوا نتقبوها فقط هكا، نفوتوا عليها بالفرشيطه. هذا ما كان. ونكمل النصف الاول هذا يطيب لي، ومن بعد نزيد نكمل النصف الثاني. وهنا شوفوا كي كملنا خرجنا الدفعه الثانيه. شوفوا ما شاء الله التحميره اللي تحصلوا عليها من تحت، يعني شعلوه عليها من تحت كيما الصابلي، وباش ينشف لكم من الفوق شعلوا عليها غير ابل من الفوق. وهاولك الشكل النهائي تاعنا تاع لي كيش وتاع لي باكات، راهم جاهزين فقط للحشو، ونعاودوا ندخلوهم للكوشه، يعني طيبوهم شغل دوغي، ما تطيبوهمش حموره بزاف، خاطش غادي نعاودوا ندخلوهم للكوشه كي نديروا الحشو، معناتها يعاودوا يطيبونا. اما بالنسبه لسعر البيع، لي باكات راح نبيعوهم ب 3500، وبلي كيش راح نبيعهم 3000، ولا كانوا لي كيش بزاف كبار تقدر تبيعهم 3500 الحبه. صاي. ونهضروا على طريقه التخزين. كما قلت لكم نشوفوا الفارينه ونشوفوا تاريخ انتهاء صلاحيه تاع جميع المقادير. نحتفظوا بهم من الافضل في المجمد، على خاطر راه الشتا وليميديتي باش ما يخسروكمش على برا، يعني برا نقدروا نقولوا غير شهرين، بصح في المجمد راح يشدوكم حتى 6 اشهر بطبيعه الحال، نراعي تاريخ انتهاء الصلاحيه تاع الفارينه. ما عندكش هاد العلب، تقدري فقط ديريهم في علب تاع بلاستيك وتحتفظي بهم في المجمد، عادي جدا. انا دايرين الخل يعتبر كماده حافظه. وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ونقول لكم إلا عجبتكم الوصفه ما تنسونوش بجانب كومونتير، اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى. سلام.